صلوا على حبيبكم صلى الله عليه وسلم وأكثروا من الصلاة عليه، ستشفع لكم صلاتكم يوم القيامة عند ربكم، وستكون لكم سببا في نجاتكم في الدنيا وفي الآخرة، ستتفرج بها. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جيت لكم النهارده بقى فيديو جديد. فيديو النهارده هيبقى روتين كده، هنعمل كذا حاجه في الشقه، بس قلت اول حاجه ابدا فيها اوضه الاطفال. بصراحه الاوضه دي يعني مستفزه شويه، على طول دايما بتبقى بقى مليانه العاب وبتبقى مليانه حاجتهم وكده. دايما بعودهم ان هم يلموا حتى حاجتهم يلموا حاجتهم، يعملوا اي حاجة كمساعدة، يعني اللي هي الحاجات الخفيفة دي. بس للأسف يعني على قد ما بيعملوا هو على قد سنهم يعني، فبيعملوا في الحاجات البسيطة، فواحدة واحدة ان شاء الله بإذن الله هيتعلموا، يعني ان شاء الله يجي منهم. فواثقة املي في ربنا كبير. فهم كده كده اوريدي ما بيعرفوش بقى ان هم يفرشوا ملاية ولا كده، فقلت بقى ايه، اجي انا دلوقتي اغير كده الملايات بتاعة السراير، وبعد كده بقى هشوف هعمل ايه. لو انتي اول مره تشوفي القناه بتاعتي، انا هدير، بعمل فيديوهات روتينات، فلوجات، مشتريات، بعمل حاجات حلوه قوي. بتمنى طبعا ان انتي تنزلي كده دوسي اشتراك، وكمان تفعلي زرار الجرس عشان خاطر يوصلك كل حاجه جديده انا بعملها. وبتمنى كل اللي بيتفرج عليا يحط لايك، يعني لو بتحبوا ربنا حطوا لي لايك يا جماعه. اي حد بيتفرج عليا كده يحط لي لايك، علشان خاطر بجد انا الريتش عندي واقع جدا 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 الفتره دي، فالموضوع ده مزعلني. وكمان عايزه اقول لكم ان اليوتيوب بقى لاي واحد طبعا بيعمل محتوى هيبقى عارف الموضوع ده. للاسف يا بنات اليوتيوب صعبت الموضوع خالص، صعبت موضوع اليوتيوب جدا جدا جدا. في قوانين نزلت جديده، وفي شروط نزلت جديده، وفي حاجات كتيره نزلت حرفيا ما تعرفوش هم قاصدين ان هم يوقعوا صناع المحتوى، ولا هم مش عايزين خلاص اليوتيوب تاني يشتغل. فانا مش فاهمه ايه فكره ان هم يعملوا كده، بس بجد يا جماعه صعبوا الامور قوي. فانا عايزاكم يعني فضلا وليس امرا كلكم كده تحطوا لي لايك وتكتبوا لي كومنتات، علشان خاطر انا محتاجه فعلا دعمكم ليا، علشان خاطر اليوتيوب من الشروط الجديده ناس كتير جدا انتوا بتشوفوها مش هتشوفوها تاني، وقنوات كتير قوي قوي هتتقفل، وناس كتير هي هتقفل قنواتها بمزاجها، فبسبب الشروط الجديده اللي هم عاملينها مصعبين الامور جدا. فمش يعني بجد الموضوع مخوفني شويه، لان انا من الناس القديمه جدا 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 على اليوتيوب. انا عايزه اقول لكم يا بنات والله يمكن ناس كتير مش هتصدقني، بس قسما بالله انا اليوتيوب ده انا بقالي سنين سنين السنين انا ما باخدش منه اي حاجه، ما باخدش منه ولا جنيه. مفيش ما باخدش منه اي ارباح. انا فيديوهاتي اللي انا بعملها دي حبا في اللي انا بعمله، لان انا من اوائل الناس اللي كانت بتعمل فيديوهات. قناتي كانت داخلة على 100,000، وبعد كده حصلت فيها مشكلة وقفلتها، فعملت قناة جديدة دلوقتي. وعايزه اقول لكم كل اللي كانوا بادئين معايا ما شاء الله اللهم بارك، يعني من الناس اللي داخلين دلوقتي على المليون وبقوا فعلا مليون. كانوا اياميها برضو كانوا صحابي وكانوا قريبين مني لما انا قناتي كانت اكبر من قناتهم. بعدين انا وقفت يوتيوب فتره، وهم ما شاء الله اللهم بارك قنواتهم عليت. خلاص ما حدش فيهم بقى بيسأل عليا، مش عارفه هم بيسألوا على حسب الريتش ولا ايه، يعني انا مش فاهمه. بس قشطه يعني الموضوع عادي، فاهمين انتوا. وانا اصلا عمري في حياتي ما اطلب من حد اي حاجه، ما اقولش لحد يعني، ما اروحش اقول لواحده مثلا انتي كنتي صاحبتي طب تعالي اعملي معايا فيديو، طب لا 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 خالص. حتى صحابي اللي من اليوتيوب، في صحاب لحد دلوقتي احنا مع بعض، وفي ناس تانية ممكن اكلمهم ما بيني وما بينهم سلامات وكلام كويس ما بيني وما بينهم. نتكلموا ايه اخبارك وعامله ايه وفينك ومش عارف ايه. بس عمري في حياتي ما اطلب من واحده مثلا اي حاجه. هي الوحيده اللي ممكن انا اقول لها مثلا شيري لي فيديو عندك بسمه العنتبلي، هي الوحيدة اللي انا ممكن اطلب منها ده، لان بسمة قريبة مني جدا، انا وهي قريبين من بعض قوي، فانا وهي فاهمين الدنيا ماشية ازاي. وطبعا الناس القديمة كان في برضو انجي محمد، دي برضو كان ممكن يعني احنا كنا قريبين جدا جدا، وكنا على طول نخرج مع بعض وكده. فدي برضو كنت ممكن ان انا اطلب منها. غير كده لا ابدا. وان انا بطلب منهم ايه مثلا شيري لي الفيديو ده عندك، وهم ساعات مثلا
بس فيديو عندهم يقولوا لي شيري عندك. اللي هو احنا مع بعضينا كده، انما غير كده ما بطلبش من حد حاجه. يعني لو محدش مثلا عرض عليا انا ما لا خلاص. وهم طالما كده كله كبر وكده فخلاص ما بقاش حد اصلا يقول لي انتي بتعملي ايه، فمش مهم عادي. فانا بصراحه فاليوتيوب انا يعني مشغلاه هوايه، انا يعني هوياه حباه. كنت قبل ما اتجوز وقبل ما اخلف وقبل كل دوت وانا قناتي كانت معروفه، وكانت كنت بجهز معاكم حاجتي وكنت بنزل شواري معاكم وكنت بعمل كل الكلام دوت، وبعد ما اتجوزت وبعد ما خلفت وكده. بس انا بقى الفترات اللي انا ما كنتش بصور فيها، يعني في فترات كتير قوي كنت لما اجي اصور، لما اجي مثلا ببقى تعبانه، اجي اولد اجي كده، فكنت بقعد مثلا فتره طويله بعتني بالبيبي وكده، فما كنتش بصور خالص. كنت ممكن اقعد مثلا بالكام شهر ما اصورش حاجه، وده السبب اللي وقعني. لان انا طبعا لوحدي ما عنديش ماليش اي مساعده خالص. اهلي في مكان وانا في مكان، حتى وانا في اسكندريه برضو كنت ببقى لوحدي، ما فيش اي حد مثلا كان بيجي يساعدني او كده، فكنت ببقى بالبيبيهات لوحدي ما فيش اي حاجه. انما لما بيبتدوا ان هم يكبروا شويه وكده برجع بقى انا برجع اصور تاني. ده السبب الرئيسي اللي خلى قنواتي القناه بتاعتي ان هي تعمل يعني ان هي تقع. بس المهم بقى انا عايزه ارجع تاني. فبجد يا جماعه مش عايزه القناه دي كمان تتقفل. وكان في قناه تانية برضو عملتها بعد القناه الكبيره ما اتقفلت. القناه الكبيره انا قفلتها بمزاجي، يعني مبقتش انزل عليها اي حاجه بمزاجي. انما القناه التانية بعد ما كبرتها وكده كان اسمها برضو هدير حمدي، لقيتها اتقفلت لوحدها. وقعدت بعت للدعم بتاع اليوتيوب، طب يهديكوا يرضيكوا، طب انا عملت ايه؟ قال لك محتوى معاد. فين يا جماعه المحتوى المعاد؟ والله ده فيديوهاتي ودي بيتي وده صوتي وكل حاجه. بس يا حبيبي، بس هما مش عارفه ليه مش مقتنعين. يعني هما مش مقتنعين ان ده انا. هما كل ما ابعت لهم على طول للدعم مش راضي. وكان الريتش فيها حلو جدا وكان عاجبني الريتش قوي فيها، وفترة قصيرة جدا ده وصلت. يعني من اول ما فتحتها لقيت نفسي واصلة مثلا 2000 متابع، والفيديوهات ما شاء الله كانت بتجيب برضو ريتش كويس. فقلت بس القناة دي حلوة بقى ووشها حلوة عليا. بعدين قفلوها لي. ايه السبب اللي انتوا تقفلوها؟ طب انا عملت لكم ايه يا ولاد الحلال؟ ما فيش سبب، هو كده مزاجهم بقى عمل كده. فخلاص الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل، وانا راضيه يعني بنصيبي، مش حاجه. بس بجد انا عايزاكم ان انتوا تساعدوني ان القناه دي بجد تكبر. طبعا هي مش هتكبر كده لوحدها، مش هتكبر غير بمساعدتكم معايا. عايزاكم تقولوا لي برضو في الكومنتات اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. لو انا مثلا بعمل حاجه مثلا مش حابينها في التصوير في المونتاج في الكلام ده كله، انا بحب اطلع طبيعيه. يعني انا بحب اطلع على طبيعتي، مش بحب ان انا اتصنع او كده. لا، انا بطلع معاكم بطبيعتي جدا، ببيتي بكل حاجه تمام. المهم عايزاكم تقولوا لي بقى في الكومنتات مثلا لو في حاجه مثلا محتاجه ان انا اعدلها، لو في حاجه انتوا مش حابينها. انا يعني بتقبل الاراء لو دي حاجه انتوا يعني هتبقى خايفين عليا مثلا وعلى مصلحتي وكده، فدي حاجه انا احبها. بس فقولوا لي برضو ادوني كده افكار كده مثلا. المهم يا بنات خلصت بقى اوضه الاطفال ودخلت على الليفينج. الفيديو اللي فات كنت بظبط فيه البلكونه، وكان فيه الستاره الستاره الزرع اللي انا كنت حطاها دي. وكنت عاملاها بالدبل فيس. عايزه اقول لكم يا بنات ما كملتش اصلا والستاره وقعت تاني تقريبا. عقبال ما خلصت الفيديو دخلت عملت الليفينج لقيت البتاعه دي الستاره الزرع دي لقيتها وقعت. عايزاكم تقولوا لي ضروري اثبتها بايه، لان انا ما عرفتش امسمر. المسامير اللي عندي تقريبا تخينه شويه ولا انا اللي ما عرفتش ادقها ولا ايه. بس ما كانتش حلوه خالص، ما عملتش يعني ما ثبتتش. فعايزاكم تقولوا لي بقى في الكومنتات اثبتها ازاي واثبتها بايه.
عايزه اقول لكم عايزه اقوم دلوقتي اصور فيديو، المغرب اهو اذن. انا من ساعه ما صحيت من النوم وانا عايزه اخلص اللي ورايا، قلت اصور وانا بخلص. انا حرفيا ابني مش مخليني اصور بجد والله. انا انا جوزي نازل من شويه قال لي بجد الله يكون في عونك. فعلى يعني عشان كان حاضر معايا بقى شايف اللي بيحصل فيا. فهل بقى يزعلكم مثلا لو ان انا اول ما عرفت ان انا اصور، لان انا اغلب الوقت بخلص اللي ورايا بالليل بعد ما الولاد يناموا، فهيضايقكم مثلا لو نيمت الولاد وبعد كده صورت بالليل، ولا لازم بالنهار؟ انا عارفه ان الاضاءه بتاعت النهار طبعا بتبقى احلى بكتير بكتير من اضاءه الليل وكده. فعايزاكم تكتبولي في الكومنتات برضو عادي ان انا اصور معاكم بالليل كروتين مسائي مثلا بعد ما الولاد يناموا ولا لا. بصوا لو لاحظتوا في البلكونه هتلاقوا الزرع واقع في الارض. بس هنعمله ايه بقى. المهم خلصت الليفنج، كان فيها شويه حاجات بسيطه كده فقلت ان انا اعملها، وقلت برضه امشي بيها كده بالمكنسه اللي بالكهرباء فيها شويه حاجات بسيطه، فقلت امشي بيها كده. عايزه اقول لكم جبت الستاره ولحد دلوقتي برضو ما ركبتش. عماله اقول لجوزي ركبها لنا ركبها لنا، كل يوم يقول لي ماشي بكره ماشي بكره ماشي بكره. نفسي يجي بكره، ده اللي هو بيقول عليه يعني بكره اللي في دماغه ده، انا مش عارفه هو هيجي امتى يعني. بس مش عارفه هم اغلب الرجاله المصريه كده. بس والله انا بابايا الله يرحمه ما كانش كده. انا بابايا كان بصوا اي ما يستحملش كده يلاقي في البيت محتاج حاجه، اي حاجه بايظه في البيت، اي حاجه محتاجه تتعمل في البيت كان هو يحب يعملها، او يجيب حد مثلا. هو كان قليل لما يجيب صنايعيه البيت، كان بيحب اي حاجه يعملها بنفسه. بس بجد ما كانش يسيب اي حاجه بايظه خالص او اي حاجه محتاجه حاجه. بصوا بقى خلصت، جيت دلوقتي بقى مرحله المعطر. يا على دي مرحله مش قادره اوصف لكم يا بنات. المرحله دي بتشرح قلبي ازاي. بصوا يا سلام. بس كده يا بنات، ده كان الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايكات كتير قوي، ولو انتي مش مشتركه في القناه بتمنى ان انتي تشتركي.